السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتكملوا حتى الاخر. اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد طاجين، يا سلام، طاجين مغربي على حقه وطريقه. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. غادي نشاركوا معكم ان شاء الله اليوم بالبصله والبرقوق، كيجي اروع وفي المذاق كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وما تنساوش لايك واشتراك وشي كومونتير زوين. ونتمنى هاد القناه تشاركوها مع الاحباب والاصدقاء، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي نتمنى تعجبكم ان شاء الله. هنا كيف ما شفتوا راه جا واحد طاجين لذيذ لذيذ بزاف. ان شاء الله كملوا هاد الفيديو حتى الاخير، وغادي تعرفوا ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي تحضروا هاد الطاجين. راه كيجي ألذ ما يكون. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. يعني طريقته سهله، غادي نديرو كلشي في مره ان شاء الله. راه ما فيه لا عذاب ولا شقاء ولا حتى شي حاجه. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. الا كملتوا الفيديو وتجربوا بهذه الطريقه راه غادي يعجبكم ان شاء الله. يعني كل واحد تبارك الله كيفاش كيحضر يعني الطاجين ديالو. نبداو على بركه الله ان شاء الله. كيف ما شفتوا هنا راه عندي اللحم، يعني ديروا اللحم ديال البقري ولا ديال الغلمي، المهم على حسب اللي متوفر عندكم. هنا البصله كيف ما شفتوا، البرقوق، عندي هنا شويه ديال القزبر المعدنوس، شويه ديال الحامض مصير، جوج دروس ديال الثوم محكوكين، شويه ديال ضامه البنه ديال الزعفران. الا كان الزعفران من الاحسن، يعني شعره من الاحسن، يعني تفاداو هذيك ضامه البنه ديال الزعفران. راه الا كان الزعفران شعره من الاحسن. ايوا هذا مكان هنا اللحم، يعني غادي ديروه على افراد الاسره كيف ما قلت لكم، بكري او غلمي، يعني بنفس الطريقه. هنا درت اللحم في الطاجين، وضروري يعني اللحم الا بغيتو ديرو في الطاجين كتفلحوه شويه يكون رقيق باش يطيب لكم. درت هنا الملحه، ودرت شويه ديال الخرقوم البلدي، وغادي نزيد هنايا كيف ما غادي تشوفوا شويه ديال التحميره. كديروا غير راس معلقه، ما تكثروش منها باش ما يجيناش داك اللون ديال الطاجين غامق، غير واحد شويه. صافي هنا درت شويه ديال البزار كيف ما شفتوا، يعني التوابل عاديين، ولكن غادي نزيدوا واحد العطريه ضروري هذه في الطاجين الا بغينا نديرو البرقوق. هنا درت شويه ديال السكنجبير كيف ما شفتوا. كل حاجه كديروا منها شويه شويه. هذه هي العطريه اللي قلت لكم. هنا المروزيه، هذه المروزيه ديال اللحم. الا درتو ديال الدجاج راه غادي ديروا ديال الدجاج، يعني بسيبيسه. صافي هنا كنزيد واحد شويه ديال القزبر، وخليت واحد شويه اللي غادي ندير من فوق البصله. غادي نزيد هنا شويه البابه ديال الحامض المصير. وهنا كيف ما قلت لكم ضامه البنه ديال الزعفران، درت غير النص فيها، ما ديروهاش كامله. واذا كان الزعفران شعره من الاحسن كديروا في واحد ربع كاس ديال الماء اللي غادي ندير من قبل من بعد ان شاء الله. كديروا فيه داك شويه ديال الزعفران. هنا كيف ما شفتوا هنا ربع كاس ديال الماء، ما تكثروش الماء، يعني حيت البصله راه غادي تطلق لكم الماء. كديروا غير واحد شويه باش تشرملوا هذاك اللحم بهذيك العطريه. كيف ما شفتوا ضروري كديروا واحد شويه ديال الماء، غير ربع كاس ديال الماء راه كافي، حيت البصله راه يعني كتطلق الماء. صافي هنا شرملت داك اللحم وغادي ندير عليه البصله. يعني هنا البصله قطعتها غليظه، يعني عارفين دابا البصله راه طريه وجديده دغيا كطيب. قطعوها تكون يعني الطرف ديالها يكونوا غلاظ باش ما تذوبش لكم في الطاجين. صافي هنا كديروا على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما. هنا كيف ما شفتوا يعني البصله وريتها لكم، يعني راه قطعتها غليظه، ما ديروهاش رقيقه. يعني الا كانت البصله جديده راه كديروها هكايا تكون شويه الطرف ديالها غلاظ، يعني دغيا تطيب، حيت راه طريه هاد عفوا البصله. صافي هنا درت البصله كيف ما شفتوا، كندير هذيك الكميه كامله. درت هنا واحد 4 البصلات كبارات. ايوا هذا مكان البنات. نتمنى ان شاء الله هاد الطاجين يعجبكم وتجربوه ان شاء الله في شي وقت العيد الاضحى ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزق والتيسير ان شاء الله يا ربي للجميع. صافي هنا كيبقى ليا البرقوق بعد ما كتغسلوه. هنا البرقوق راني درتو ما مسلوق ما حتى شي حاجه. راه كيف ما قلت لكم هاد الطاجين غديروا كلشي في مره وغادي يجيكم الطاجين بنين ولذيذ. هنا البرقوق غير شللته من شويه بالماء وصافي كديروه فوق الطاجين كيف ما شفتوا. وغادي ندير شويه ديال السمن الحار، شويه ديال زيت الزيتون. صافي هنا درنا البرقوق ديالنا كيف ما شفتوا فوق من هذيك البصله.
كندير هنا واحد شويه ديال الزيت، يا اما تخلطوا زيت المائده وزيت الزيتون اولا ديروا زيت الزيتون بوحدها، وهي من الاحسن صراحه. لا كان زيت الزيتون من الاحسن يعني ديروا زيت الزيتون، راه كتجي زوينه في الطاجين. ايوا هذا ما كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطاجين، الصراحه جا لذيذ وجا زوين. نتمنى ان شاء الله تتبعوا هذا الفيديو وتكملوا حتى الاخير وتجربوا هذا الطاجين بهذه الطريقه وتشوفوا الطاجين كيفاش غادي يجيكم ان شاء الله بنين من اول تجربه. هنا كيف ما شفتوا درت شويه ديال السمن الحار، غير واحد تقريبا هنا واحد نص معلقه صغيره ديال السمن الحار. صافي دابا غادي نسدو ان شاء الله على الطاجين ونخليوه حتى غادي يطيب. من بعد ان شاء الله غادي ملي غادي صافي يدخلوا الطياب كنزيد عليه واحد المعلقه ديال السنيده وشويه ديال القرفه باش كيتعسل لينا هذاك البرقوق من الفوق. هنا راه بدا كيدخلوا الطياب كيف ما شفتوا، وغادي نخليوه حتى غادي يكمل الطياب ديالو ان شاء الله، وغادي نديروا عليه السنيده كيف ما غادي تشوفوا. صافي هنا كيف ما شفتوا غادي ندير واحد المعلقه ديال السنيده كيف ما قلت لكم، يعني حتى كيدخلوا الطياب كيقرب يطيب عاد كنزيد واحد المعلقه ديال السنيده تكون عامره اولا معلقه ديال العسل وشويه ديال القرفه، وكنخليوه حتى كيتعسل وكنطفيو عليه. يعني راه كيجي هذا الطاجين لذيذ وكيجي معسل وزوين. صافي هنا درت واحد شويه ديال القرفه، يعني غير راس معلقه ديال القرفه تكون منيله، اولا ديروا العواد الا كانوا عندكم على حسب اللي متوفر عندكم. صافي دابا غادي نخليو الطاجين ديالنا حتى غادي يتعسل. من بعد ان شاء الله دابا غادي نسد عليه ونخليوه حتى غادي هذيك السنيده كتذوب وصافي كيتعسل لينا هذاك البرقوق. كيف ما شفتوا كتجي يعني داك الطاجين تيجي مدغمر وكيجي لذيذ وزوين. ها نتوما صافي دابا غادي ان شاء الله نطفيو عليه ونقدموا الطاجين ديالنا بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. صافي هنا غادي نطفي عليه، يعني راه جا معسل وجا معلك وزوين. ان شاء الله غادي تجربوه بهذه الطريقه وغادي يعجبكم وتشوفوا المذاق ديالو شحال زوين. والطريقه ديالته يعني ديال الطياب راه ساهله كيف ما شفتوا يعني في الفيديو. كلشي كنديروه في مره واحده ما كياخذش لينا الوقت ويعني كيجي لذيذ وزوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين. تنتمنى ان شاء الله يعجبكم، يعني كتقدموه بالصحه والراحه. يعني جا واحد الطاجين يا سلام لذيذ لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، والا بقيتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش واحد اللايك واشتراك للقناه وشي كومونتير زوين. وكنقول لكم شكرا على التعليق وشكرا على المشاهده. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده. والسلام عليكم.